خبرتك ايه من الناس اللي انت شفتها على مر العصور؟ كلكم فيكم عامل مشترك. كلكم ما بتحاولوش تشغلوا دماغكم صح ولا غلط، ودي طبعا حاجة بسطاني. في منكم الحقيقة بيفكر اكتر من مرة وبيعمل الصح اللي هو مآمن ان هو صح من وجهة نظره والعهد اللي هو ماشي بيه. بس كلكم بترتاحوا لغرايزكم. الكل بيرتاح انه عايز يبقى حر. طب ما احنا احرار واحنا برضو مؤمنين. اهو انت اديك فكرت ومآمن بفكرتك دي على حسب تشغيل دماغك، لكن مفيش زيك كتير. الناس دايما عايزة تبقى احسن من اللي هي فيه. الفقير نفسه يبقى غني وفي ايده سلطة، وتفكيره ده بيفتح لي باب اقنعه انه يبقى عايز السلطة دي علشان يدوس على اللي اقل منه. والغني نفسه يبقى سعيد علشان شايف ان الفلوس مش مقياس ان كل حاجة تبقى عنده. والتخين نفسه يبقى رفيع، والعكس. كل واحد بيبص للي جنبه في المميزات بس. انتوا فيكم السعيد حاسس بملل، يبقى عنده صحة وأسرة ومال وحياته ماشية بمنحنى كويس، ويجي يقولك أنا مخنوق حاسس بملل، وهو في إيده الدنيا وما فيها. انتم نفسكم مش صافية. كل دي عوامل مشتركة فيكم كلكم، وبتفتحوا لي ألف باب وباب أدخل لكم منه واستخدم ذكائي واسيطر عليكم، واديكم الحل اللي يخليكم أكبر شأن واللي نفسكم فيه بطريقة سهلة. كلكم بتسمعوا كلامي وبتبقوا مبسوطين وانتوا عارفين ان كل اللي بتعملوه ده غلط. كل تصرفاتكم فيها محل غلط وشك. بس انتم فرحانين انكم عندكم كبر وطغيان شافي غليل نفسكم. واول ما تحطوا نفسكم في الجحيم جنبي تقولوا احنا ملناش ذنب، ربنا يجازي الشيطان. انا بقول لكل واحد اهو، لا، الذنب ذنبك انت اللي خليتني اقدر اتصرف وادخل واقنعك بكلام انت تقدر ما تسمعهوش. بس انتم اللي عايزين كده. كل اختياركم مش بسببي. يجي واحد يعمل مصايب، طبعا بيبقى شيء مفرحني كلها وخططي، بس يقول ربنا يجازي الشيطان. يا سلام، انا عملت لك ايه؟ انا اديتك رأي ونصيحة، انت اللي اخترت تعمل بنصيحتي. ما ترجعش تقول بقى يا ريتني. عندك حق والله. احنا للاسف في كتير مننا نفسه بقت ضغينه بسبب قله الايمان اليومين دول، وبسبب ان معظم الناس بقت تتمنظر بالفلوس والجاه والسلطه، مخليها باقي الناس مش راضيه على حياتها وقدرها. وده احسن طريقة ادخل لكم منه عدم الرضا والكفران عن النعمة. دي حاجة جميلة بالنسبة لي طبعا. ممكن احكي لك كتير، بس فعلا انتم البني ادمين على مر العصور كلكم شبه بعض. كل اللي هحكيه هتلاقيه حواليك دلوقتي. كله متشابه يعتبر باختلافات بسيطة. انت بقى عايزك تقولي ايه اكبر حافز ليك يخليك مصدق كلامك وعايز تبعد عني. اني ما اجيش اتقدر جنبك في النار واعدد واقول يا ريتني. لا بجد، ايه اللي مخليك مهما تغلط بترجع بسرعة قوي وبقيت اهدى واعقل كده؟ ده لغز عندك وعند كتير. الحمد لله والله انه بالنسبه لك لغز، بس هقول لك ببساطه زي ما قلت لك قبل كده، الرزق مش بايدك. الرزق ربنا هو اللي بيبعتهولي. اكبر حافز ليا ان ربنا يبقى راضي عني، فيرزقني في صحتي وعيلتي وشغلي وكله بقى، في الاخر ادخل الجنه باذن الله. مفيش حافز اكبر من كده. ويا سلام بقى لما اعرف كمان ان ربنا عز وجل هيكافئني اكتر كل لما ابعد عنك واحد من تحت ايدك، حد او اتنين او تلاتة، واخلي كتير يبعدوا عنك. اكبر حافز التجاره مع ربنا، بمعنى اني انجز مهامي في الحياه. انا اتخلقت علشان اعمر في الارض، ما اتخلقتش عشان افكر ازاي انا مظلوم وعايز كل حاجه تيجي في لحظتها. فاللي عليا اني ادرس صح واشتغل بالحلال واكون اسره اربي ولادي صح، ومع كل ده فروضي اعملها على اكمل وجه، واطمع في الكتير بس بالحلال. عاوز اكبر تجارتي وشغلي وفلوسي بس بالسكه الحلال. وعلى فكره كل ده مش بيخليني ابعدك عني بنفسي، ربنا هو اللي بيبعدك عن طريقي. ربنا راضي عني يحط قدامي ليه سكه شر. علشان كده لما حد يجي لي بيشتكي لي يقول لي انا بعمل كل حاجه، صلاه وصوم وزكاه وكل حاجه، وربنا دايما استغفر الله ظالمني، وبقع دايما في المشاكل، انسى برد لو انت بتعمل كل حاجه صح ما كنتش وقعت في مشاكل. راجع حساباتك مع ربنا، وفكر انت اللي بيحصل لك اصلا مشكله ولا قدر مساعد ليك. ممكن تخسر فلوس وتزعل، بس عيل من عيالك يبقى بصحة كويسة. ايه احسن، الفلوس ولا صحة ابنك؟ في امثلة كتير كلهم في الاخر بتدل. باختصار، التجارة مع ربنا تبعد عن كل شخص اي سوء وشر. بعد كل اللي حكيته ده عايزك تقولي بقى ازاي ما كنتش متحفز ان اقوم بعد كل غلطة.